اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجدي، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجدي، انا شايف ان في حاجة هنا تعباكم، او في حاجة مسببة لكم ألم، سواء كانت شك او غيرة او افكار سلبية، او اسئلة بتدور في بالكم عن شخص انتوا بتحبوه، او زي ما يكون مرتبطين بيه، او ممكن يكون حتى كراش. وانا شايف ان في كتير منكم ممكن يكون بيعمل تخاطر، او ممكن يكون الشخص ده بيعمل تخاطر وبيوصل لكم طاقته او احساسه او مشاعره. بس انتوا زي ما تكونوا مش مصدقين الطاقة دي او المشاعر دي، او مش واثقين فيها، او عايزين الاعتراف عن الحب او التعبير عن الحب يبقى بعبارات واضحة وصريحة وبطريقة معينة او باسلوب معين انتوا منتظرينه. لكن انا شايف ان في كتير منكم بيتجاهل احساسه او مشاعره فيما يخص شخص معين، سواء كانت علاقة كراش او علاقة حب او حتى متجوزين. وانا شايف ان في حاجة انتوا بتتمنوها هتتحقق، وفي حاجة انتوا بتدعوا ربنا ان هي تبقى موجودة في حياتكم او ان هي تحصل. وانا شايف ان زي ما يكون ان هي هتحصل وهتتحقق، وهتكونوا كتير مبسوطين، سواء كانت مفاجأة او سواء كان حلم ليكم وانتوا هتوصلوا له او هتحققوه، سواء كان ممكن يكون اعتراف من شخص كتير انتوا بتحبوه وهو هيعترف ان هو بيبادلكم نفس المشاعر، او بينكم علاقة عاطفية مع شخص والشخص ده يفتحكم في الارتباط او في الزواج، او ممكن يكون في طاقة انسجام وحب ما بين المتجوزين. بس انا شايف ان انتوا الاول محتاجين ان انتوا تتخلصوا من شكوككم، وتتخلصوا من الخوف اللي جواكم، ومن اي افكار سلبية بتحاول انها تستحوذ عليكم او على تفكيركم. لان لما بتستحوذ عليكم بتبقوا في وضع متعب وفي وضع صعب. وانا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تثقوا في احساسكم، وانا شايف ان احساسكم هيرشدكم لحاجات كتيرة جدا. وانا شايف ان في كتير منكم ممكن يكون اتحمل وضع او صبرتوا كتير جدا، او ممكن تكونوا تعبتوا. بس انا شايف ان آن الاوان ان انتوا تتكافئوا، او ان انتوا يبقى في اعتراف بحقكم. وانا شايف ان انتوا عندكم جود كارما في حياتكم، وانا شايف ان تعبكم او احتمالكم او صبركم مش هيروح هدر، وزي ما يكون هيكون ليه مكافئته، وزي ما يكون ربنا هيعوضكم وهيفرحكم بالفرحة اللي انتوا فعلا تستاهلوها. فانا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تستمروا في الدعاء والتقرب لربنا، لان انتوا زي ما يكون هتفرحوا الفرحة اللي هتنسيكم اي تعب انتوا ممكن تكونوا مريتوا فيه قبل كده. وانا شايف هنا ان في مراقبة على السوشيال ميديا، او في حاجات انتوا بتدوروا عليها. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا متضيعوش وقت في المراقبة زيادة عن اللزوم عشان ما ترهقوش نفسكم اكتر من كده. وانا شايف ان الحاجة اللي انتوا عايزين تعرفوها هتعرفوها. وانا شايف ان في حد هنا خايف يخسركم، او في حد مش قادر ان هو يكتم مشاعره اكتر من كده، او في حد ممكن يكون عايز يصالحكم او يصلح تصرف ممكن يكون صدر منه، او يسحب كلام ممكن يكون اتقال. انتوا محتاجين ان انتوا تعرفوا قيمة نفسكم كويس، ومحتاجين ان انتوا تعرفوا ان اللي انتوا بتتمنوه او اللي انتوا بتستحقوه هتحصلوا عليه. استمروا في الدعاء، لان انا شايف ان ربنا هيرزقكم يمكن بفرصة او بحاجة حلوة، وفي نجاح انتوا هتحققوه، وفي حاجة انتوا كتير تعبتوا وسعيتوا ليها انا شايف ان انتوا هتوصلوا لها. وانتوا يمكن حاطين ثقتكم في ربنا، وعارفين ان انتوا مش هتتخذلوا، وعارفين ان مفيش حد بيسعى لحاجة او بيتعب لحاجة ربنا ما بيعوضوش بيها. وانتوا عارفين ان ربنا هيعوضكم وهيكافئكم، وده ظهر في كروتكم. عشان كده استمروا في ان انتوا تدعوا وان انتوا تتمنوا، وسيبوا الحاجة اللي انتوا عايزينها وهي هتيجي لحد عندكم. بس لازم ان انتوا تحطوا حدود، ولازم ما تسمحوش لأي حد ان هو يقلل منكم او ان هو يضعف ثقتكم في نفسكم. ولازم تعرفوا قيمة نفسكم كويس، وتنتبهوا لأي تصرف وتبقوا واثقين ان احساسكم صح.
وإحساسكم ممكن يكون هيرشدكم لحاجات كتيرة جدا، بس انتوا لازم تكونوا منتبهين، ومنتبهين لتصرفات الناس اللي حواليكم، ومنتبهين ان محدش يتخطى حدوده معاكم او يحاول ان هو يجي عليكم، لان انتوا لو سمحتوا لشخص ان هو يجي عليكم مرة هيجوا عليكم تاني وتالت، وده هيبقى وضع طبيعي. ولو انتوا اعترضتوا في يوم من الايام يبقى الغلط من عندكم انتوا. وعلى فكرة انتوا معاكم هنا كارت اللافرز، والقراءة هنا قراءة عاطفية، وانا شايف ان الحب اللي انتوا بتتمنوه هيجيلكم، وهيجيلكم بعد طول صبر وبعد طول تعب، وربنا هيكافئكم بيه، وهيكون حب متبادل ما بينكم وانتوا الاتنين، يعني مش من طرف واحد، يعني انتوا الاتنين هتحبوا بعض. بس انتوا محتاجين في الفترة دي ان انتوا تركزوا على نفسكم، ومحتاجين ان انتوا تعرفوا ان انتوا عايزين ايه، وتعرفوا قيمة نفسكم كويس. وفي حد هنا في حياتكم ممكن يكون تصرفاته ليكم مش واضحة، او مش قادرين تفهموا او مش قادرين تترجموا الحب اللي انتوا بتتمنوه بالتصرفات اللي انتوا شايفينها في الشخص ده. بس الشخص ده عايزكم في حياته، والشخص ده بيحبكم، بس انتوا زي ما يكون عايزين الاعتراف بالحب بصورة معينة في دماغكم. وانا شايف ان انتوا في منتهى الجمال، وانتوا في منتهى الجاذبية، وفي شخص غالبا مش مبين لكم ان هو بيحبكم، لكن هو من جواه هيموت عليكم. وفي حد انتوا زعلانين معاه وهو مش عايزكم تمشوا، عشان كده عايز يجري عليكم قبل ما يخسركم، او قبل ما اي حد تاني ان هو يكون موجود في حياتكم، ويندم على فرصة ان هو يكون ضاعت منه. وده معناه ان انتوا مش هتقعدوا كتير في الخصام ده. وشايف ان هيكون في رجوع للعلاقة بإذن الله، بس الرجوع ده هيكون في ايديكم انتوا ان انتوا تقبلوا او ترفضوا. اكتبولي في التعليقات هل انتوا هتقبلوا ان انتوا ترجعوا تاني ولا لأ. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.